طيب بسم الله. الموديلس او باقي الاسم، خلي بالك عشان دي يعني هي بتوقع ناس كتير، بس ان شاء الله هنبسطها وهنفهمها كلنا بالراحه وهنعرف ازاي نجيبها وازاي نتعامل معاها كمان. نبدا بسم الله. دلوقتي احنا لو عندنا 10 طلاب وعندي 7 لابات، وقلت لك انا عايز اوزع اللابات دي على الطلاب بس بشرط يكون بالتساوي، يعني مفيش طب اتنين يقعدوا على لاب وواحد يقعد على لاب، لا بالتساوي. تقول لي والله السبعة والعشرة، فده كده 7 طلاب هيقعدوا على 7 لابات وثلاث طلاب مش هيقعدوا بالظبط كده. دي الموديل. يعني لو انا جيت قلت لك 10 موديل السبعة، ساعتها هتقول لي تساوي 3. اظن مفيش اسهل من كده. قسمناهم، اللي اتبقى من الجسم ده كام؟ هم الثلاثه. تقول لي يعني انا لو عندي 10 لابات و10 طلاب، ساعتها 10 موديلس 10 يبقى صفر؟ اقول لك اه، انت كل طالب قاعد على لاب. هل في حاجه متبقيه؟ لا، بس المهم انه يكون بالتساوي. يعني تعالى اوضحها لك في مثال عشان هي مش ناقص. بص، لو انا جيت قلت لك ان انا معايا 30 تفاح، وجيت قلت لك معايا 8 اشخاص، يعني 30 مودولس 8، دي تساوي كام؟ اقول لك تساوي 6. تقول لي ازاي؟ صلى على النبي. دلوقتي لو انا وزعت التفاح ده عليهم بالتساوي، وقلت لك هاخد من ال 30 دي 8 واوزعهم عليهم، تقول لي تمام، يتبقى معايا كام تفاحة؟ 22. هل ينفع اخد من 22 8 تفاحات كمان اوزعهم على 8 اشخاص؟ اه ينفع. هاخد 8 يتبقى كام؟ 14. طب هل ينفع اخد من ال 14 دي 8 كمان؟ اه ينفع. فهاخد، يبقى كل واحد حاليا خد 3 تفاحات، يتبقى معايا 6. هل ينفع اخد من الستة دي اوزعها على التمانية؟ لا، كده مش هيبقوا بالتساوي، يبقى في ناس واخدة 4 وناس واخدة 3. خلاص، يبقى نقف لحد هنا ونقول ان بقى الاسم هنا بيساوي 6 بس كده. تقول لي ايه ده؟ يعني دلوقتي لو كان متبقي 8، فساعتها بقى الاسم هيساوي صفر بالظبط. يعني تعالى نعملهم بأرقام مختلفة. وقلت لك ان انا عندي 15 موديلس 5، ساعتها كل واحد من الخمسة هياخد 3. بقى اي رقمين عندي بيقبلوا الاسم على بعض بيساوي صفر. يعني لو جبت 15 موديلس 5، هتسأل نفسك هل ال 15 على الخمسة بتقبل الجسم؟ تقول لي اه، اقول لك بس كده يبقى تساوي صفر. بس دي الموديلس بكل اختصار. هتفهمها اكتر لما اقول لك ازاي بتحل بيه. صلى على النبي. دلوقتي انا عندي الموديلس دي، قبل ما نبدا ونشوف ازاي بنجيبها وازاي بنحلها بالورقه والقلم، فانا عاوزك تعرف ان دي لها قواعد، والقواعد بتاعتها اول حاجه ان لو رقمين متساويين هيساوي صفر. يعني لو قلت لك 5 موديلس 5 فده بيساوي صفر طبيعي. ولو قلت لك ان انا عندي 5 موديلس 1 هتساوي صفر. ولو ركزت في اللي انا قلته لك ان اي رقم بيقبل الجسم على الرقم التاني بيساوي صفر، لو رقمين بيقبلوا الجسم على بعض، والواحد بيقبل الجسم على اي حاجه، فبالتالي 5 موديلس 1 تساوي صفر. 5 موديلس صفر مش هتساوي حاجه، دي غلط اصلا. يعني ايه؟ ما انت كده مفيش حد توزع عليه. تمام. والتانيه بقى ان انت يكون عندك الرقم الاولاني اصغر من الرقم التاني، يعني 3 موديلس 5 ما ينفعش رقم صغير موديلس رقم كبير. العمليه بتتم على العكس. لو ده حصل قدامك فساعتها هيساوي الرقم الصغير. يعني لو 3 موديلس 5 تساوي 3، لو 10 موديلس 20 هتساوي معاك 10، وهكذا. طيب تعالى بقى اعلمك ازاي تجيبها. لو قدامك مثلا مسألة موديلس وعاوز انت تجيبها بقى وقلم، ففي طريقتين، والطريقتين دول هتفهم منهم الموديلس بالظبط. دي اخر مرحلة بقى، وبعد كده نخش في الكود. صلى على النبي. لو انا قلت لك 20 موديلس 6 تساوي كام؟ هقول نحلها ازاي دي. اول حاجة هنشوف ال20 دي. هل ال20 دي، نسأل نفسنا، هل ال20 ينفع اخد منها 6؟ اه، يتبقى كام؟ يتبقى 14. كويس. هل ال 14 ينفع انقص منها 6؟ اه، يتبقى 8. كويس. هل التمانية ينفع اشيل منها 6؟ اه، تمام اوي، يتبقى 2. هل الاتنين ينفع اشيل منها 6؟ لا. يبقى نقف لحد هنا ونقول ان الناتج بيساوي 2. 20 موديلس 6 بيساوي 2. هديك بقى في الطريقة التانية مثال مختلف. لو انا قلت لك معايا بقى 20 بس موديلس 8، تمام، ودي طريقة تانية في الحل. الطريقة التانية دلوقتي، هل ال20 دي تقبل الجسم على ال8؟ تقول لي لا. طيب نشيل واحد ونحطه على جنب تبقى 19. هل ال19 تقبل على ال8؟ تقول لي لا. نشيل واحد كمان تبقى 18. تقبل على ال8؟ لا. نشيل واحد، وهكذا. تبقى 17 ما تقبلش، تبقى 16. استنى، هل ال16 تقبل الاسم على ال8؟ اه تقبل. بس ننزل تحت بقى، احنا شلنا واحد كم مرة؟ ادي 1 2 3، نجمعهم على بعض، نجمع الوحيد اللي شلناها، وكده يبقى الناتج عندي كام؟ 4. بس يبقى 20 موديلس 8 بيساوي 4. عشان تتأكد من كلامي، امسك ورقة وقلم وحلها بالطريقتين، بس اعكس طرق الحل مع النواتج. يعني هات ال20 موديلس 8 حلها بالطريقة الأولانية، ال20 موديلس 6 حلها بالطريقة التانية. طبعا لما ندخل الكود هتفهم أكتر، وده كده كده. يلا بينا على الكود. طيب بسم الله. دلوقتي تعالى نشرح الموديلس في الكودينج. تمام.
بس عايزك تركز معايا بالله، عشان ايه؟ لو فهمتها دلوقتي مش هتواجه صعوبة في اي حاجة قدام. بص، اول حاجة في المثال اللي كان قدامنا عشان نأكد عليه، كنا قايلين تعالى نعمل بس اكس بيساوي كام؟ قلنا مثلا بيساوي 20 مودولس 6، تمام؟ وجيت قلت سي ار اكس، يبقى 20 مودولس 6 قلنا ان هي بتساوي كام؟ 2 زي ما قلنا. طب لما كنا عاملينها مثلا مودولس 8 على 4، تمام؟ المفروض انك فهمت المودولس من المثال اللي فات، تمام؟ وكمان لو جينا هنا عملنا مثلا 20 مودولس 20 طبعا للصفر زي ما قلنا. تقول لي طب انا بستفيد منها ايه؟ لا، انت بتستفيد منها حاجات مهمه. يعني دلوقتي هقول لك مثلا على 3 حاجات بس وبتبقى تعرفوا قدام. دلوقتي احنا قلنا 20 مودولس 20 بيساوي ايه؟ صفر. احنا كده بالمودولس نقدر نعرف مثلا ده الرقم الاولاني، نقدر نعرف الرقم الاولاني بيقبل اسم على الرقم التاني ولا لا. يعني احنا دلوقتي لو حطينا هنا اي رقم، لو الناتج كان صفر فكده 20 بتقبل اسم على 5. طب لو الناتج كان رقم تاني فكده ما بتقبلش الاسم. فاحنا كده بنقدر نعرف الرقمين يقبلوا الاسم على بعض ولا لا اهو. طب لو غيرناها مثلا وحطينا هنا مثلا 9 طلع 2، طالما طلع رقم تاني يبقى ما بتقبلش الاسم. مش حاسس ان فيها فرق قوي. طب اقول لك احنا ممكن كمان نعرف منها الرقم ده زوجي ولا فردي. تقول لي ازاي؟ اقول لك الارقام الزوجيه عندنا ايه؟ مش 0 2 4 6 8 10 وهكذا. لو لاحظت كل ما بروح بزود 2. فانا كل الارقام دي المتشابه فيها ان هم بيقبلوا الجسم على ايه؟ على 2. يعني انا لو جيت هنا وعملت 2 لو طلع لي صفر فكده ده ايفن، كده الرقم ده زوجي. اي حاجه مودولس 2 بتساوي صفر فكده ده رقم زوجي. طب مثلا لو خلينا دي مثلا 23 رقم فردي هتطبع لنا 1. انت فاهم؟ احنا بنقدر نعرف دلوقتي الرقم الايفن ورقم الاود، الزوجي والفردي بس كده. طب ما انا اقول لك على حاجه كمان، انا اقدر اجيب الخانه. تقول لي ازاي؟ اقول لك بص، لو انا عندي دلوقتي هنا، كبر لي بس الدنيا دي كده، لو انا عندي هنا الرقم ده رقم كبير وانا عايز اجيب رقم 8 ده احطه في اكس، هعمل ايه؟ يعني لو ده رقم انا عايز اجيب هاخده من اليوزر وعاوز اجيب اخر خانه احطها في الاكس، هعمل كده ازاي؟ بكل بساطه هنشوف الاخر خانه دي في انهي حاجه، في انهي خانه في الرقم. هتقول لي في خانه العشرات بس. يبقى احنا لو خدنا نفس الرقم ده كده وجينا حطينا الرقم ده هنا، تمام؟ انا لو عايز اجيب التمانية احطها في الاكس فاقول له الرقم ده مودولس 10 عشان هو في خانه العشرات. هيفضل ينقص من الرقم ده، ينقص لحد ما يوصل للتمانية. هيبقى مش عارف ياخد 8، مش هيبقى عارف ياخد 10 من التمانية زي ما شرحنا. فبالتالي لو عملنا رن للكود فاكس اتحط فيها ايه؟ التمانية. لو الرقم ده تبقى ايا كان الرقم ده ايه، وانا عايز اجيب الرقم الاخير هنا، الرقم الاخير هنا اللي هو مثلا 4، هعمل كده هيجيب لي 4. طيب ال 44 دول كده الاتنين على بعض خانة ايه؟ دول خانة مئات. فانا لو عملت هنا مودولس 100 طبعا بالظبط انا اقدر اجيب الرقم من الخانه بتاعته واخزنه في الاكس. دي حاجه ادفانس هتعرفها معايا قدام واحنا بنحل مسائل، وهتعرف هي بتفيدك قد ايه. بس افهم المودولس دلوقتي وفي التطبيقات قدام هتفهمها جدا. اتمنى تكون فهمت المودولس، وان شاء الله هنزلك تدريب تحلها والدنيا تبقى معاك تماما.